تصريحات بعد المباراة الآن زكريا الوحيدي. Allah يبارك فيك. شكرا. On a fait un très grand tournoi. Dommage contre Espagne, mais on a oublié ça et aujourd'hui on a gagné et on a écrit une grande histoire. سؤال كذلك زكريا بالسمع على اداء متميز في طيله هذه البطوله، اكتشاف كذلك بالنسبه للجمهور المغربي تقرب منه اكثر وفي المركز اللي ما كيلعبش فيه ماشي المركز ديالو، يعني من بين الاسماء. هذا هو الشيء الجميل في هذه المشاركه، خصوصا انه يعني المتابعين والشعب المغربي يعني يتابع ويعرف انه راجين واحد التظاهرات رياضيه اللي كبيره، منهم يعني كاس افريقيا القادمه اللي غتنظم عندنا، وايضا الافق اللي هو القريب البعيد اللي هو كاس العالم. فلازم الاطمئنان والبدائل. فالان عندنا منتخب اللي كنفتخروا به. الان هناك بعض الاسماء اللي فرضات غادي نضيفوا لهم ايضا ترغالين، غادي نشوفوا ايضا اخو ماش اللي متميز ريتشاردسون. يعني هذا هو الربح الكبير، بمعنى انه القاعده ديال اللاعبين المهمين يعني كبرت. لما كنتكلموا وكنقولوا هذا الصنع المحلي او احنا ما كنديروش، بالعكس احنا مغاربه ونفتخر بوليداتنا اللي هما ولاد المهجر. فكنضيفوا لهم ايضا، شفنا ايضا اللاعبين اللي كانوا مع المجموعه اللي هما ولاد ومنتوج محلي. فهذا هو المغرب الجميل اللي كنتمناو. هذه هي المساهمه ديال الجميع، لان كاملين كنحملوا الجنسيه المغربيه وكاملين نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن. ما عندناش الفرق، لكن هناك من يركز على هذه النقطه. صحيح الجاليه وابناء الجاليه مهمين والله يعطيهم الصحه على ما يقدمون، لكن ايضا هناك منتوج محلي ما خصناش ننساو. ولما كنتكلموا على هذا المنتخب المتميز ما نساوش ايضا المشاركات السابقه. راه مجموعه ديال الاجيال الجيده حاولت تقدم، ما نجحتش لاسباب، ربما لاسباب تتعلق بالجانب التقني ما لم يتم تدبيره بواحد الشكل، ربما في مباريات كاين ايضا ظلم تحكيمي، ربما ايضا عدم الجهوزيه. فكل هذه امور يعني حنا ما نبخسوش اي واحد المجهود ديالو، ولكن نفتخر بهذه المجموعه لانها حطمات ارقام ودخلت للتاريخ. لا واحد الكلمه مع السي محمد. فالاشكال اللي كان في الدورات السابقه هو انه كانوا عندنا نجوم، كان عندنا لاعبين اللي لعبوا في كبريات الانديه العالميه، ولكن الاشكال كان عندنا هذوك الفرديات باش خصك توظفهم كمجموعه. هذيك روح المجموعه هي اللي كان فيها الاشكال ديال الدورات السابقه. هذا الشيء اللي كيكون ديما الخلل، خصك توضع اصبع ديالك على مكان من الخلل وخصك تصلحه. فالاصلاح الان بدا من انك مع الركراكي في كاس العالم بقطر، وكذلك هنا مع طارق سكيتوي في الالعاب الاولمبيه بدينا كنشوفوا بان اي واحد كيبغي يعاون الصديق ديالو. شفنا حكيمي الدور ديالو القيادي كمدرب ثاني داخل الميدان. كذلك كنشوفوا اللاعبين فيما كتضيع الكره كيكون واحد المواساه بين بعضياتهم. كذلك كنشوفوا اللاعب الوحيد اللي دار خطا في المقابله اللي فاتت كيفاش ان اللاعبين كيأزروه. فهذه هي روح المجموعه. هادو هما كيجيبوا يعني اللي تيتر هذو اللي كتلعب ديما على البوديوم، لانه فكيكون عندك كما تكلمت فرديات مهمه. لا ما كانش عندك مجموعه، ما كانش عندك اطار اللي كيأثر هذا الشيء كامل، الا ما تشتغلتيش على الجانب الذهني فما يكونوش نتائج اللي هي ايجابيه. اكيد حتى النتيجه كتبقى نتيجه تاريخيه، تاريخ مواجهات مباشره مع المنتخب المصري. الجميل كذلك في هذه المباراه سي محمد وهو انه بعد ما تفوقنا في الجوله الاولى بهدفين ل0 بقينا كنزيدوا اهداف، على عكس مباراه العراق اللي تفوقنا ب3 اهداف ل0، وحسينا على انه حتى اللاعبين والمدرب كذلك بدا كيقوم بالتغييرات. هنا كان العكس، سجلنا هدفين وضفنا 4 اهداف خلال الشوط الثاني.